زلازل كيصطنعوهم البشر. زلازل كيصطنعوهم البشر. غادي نشوفوا هاد الفيديو اللي كيهضر عليه هاد الشاب وهاد البنت على الزلازل. واش هادشي بصح؟ بقاو معايا. طبعا نعاود لك القصه ديال بوب لازار. هاد بوب لازار كان خدم في واحد المنطقه حدا المنطقه 51، وكان الدور ديالو انه بغى يعرفوا كيفاش الموتور ديال واحد الصحن الطائر كيخدم. هذاك الموتور قال لك ما كانش فيه الكوابل، كان غير كتلصقوا بحال داكشي ديال الافلام كيبدا يطير. وكيصطنع واحد القوه كهرومغناطيسيه كبيره جدا. قال لك بحيث انه من شدوا داك الموتور وركبوا في داك الصحن الطائر مشاو بغاو يجربوه، قال لك فاش كتوقف تحت من داك الصحن الطائر ما كتشوفوش من الفوق. كيفاش؟ قال لك كيريفلكتي الضوء. وقال لك وما كيدير حتى شي صداع، الصحن الطائر ما كيدير حتى شي صداع، ماشي بحال الموتور ما كاينش صداع والو. قال لك والو. قال لك غير في الاول ملي كيبغي يطير هذاك الصحن بحال كيضرب واحد اللايت زرق، بحال واحد الضو زرق كيضرب باش يطلع داك الصحن. هذاك الشيء اللي سمعت واحد اللعبه. المهم كمل. قال لك اي بلاصه كيكثروا فيها الغيوم وكيضرب فيها الضواء اللي هما عندهم دي كولور اللي هما شويه ماشي بيزار، يعني ماشي نورمال، يعني يا بنفسجي يزرق، كيقول لك هز حوايج كهرباء. كيفاش هز حوايج كهرباء؟ شنو كتقول؟ شنو بغيتي تقول؟ هاد اللايتس اللي كيضربوا تما، كاينه واحد النظريه كتقول لك بان هاد السوزوتش هذا اللي دوا عليهم هاد بوب لازار، واي واحد يقدر يمشي يقلب على القصه ديالو، راه دا صحابو دا عائلته كاملين شافوا هاد الشيء، كانوا غيقتلوه بزاف د الحوايج. سيروا قلبوا على القصه ديال بوب لازار. هادوك الصحون الطائره قال لك كيجيو كيتخبوا في دوك الضبابات، اوكي، كيبقاو يخلقوا واحد الفورتكس ديال الطاقه الكهرومغناطيسيه، وهذاك الضوء اللي كتشوف هما هذوك الفورتكس كيتخلقوا. لا حول ولا قوه. وكيضربوا الارض وهي باش كيطرى الزلزال. وهذا الشيء كامل ما كيطراش في نهار واحد، كيتبريبارا ليه لايام وايام وايام. وهذا الشيء كان تشاف في تركيا قبل ما يطرى الزلزال ديال تركيا، وكاين حتى اللي شافوا عندنا حنايا في البلاد، اللي شافوا عندنا، ولكن واش داروا فوتوشوب ولا ما داروش الله اعلم. الله اعلم، حيت كاين ذاك الهولوغرام. كاينين ناس اللي كيديروا فوتوشوب الله اعلم. ولكن هذه نظريه كتقال، ونظريه بيست على هاد خونا اللي كان مشى شاف كل شيء بعينيه وشاف هذا الشيء كامل شاف. لا حول ولا قوه. انا اللي نقدر نقول في هذه المساله هذه، سواء كان زلزال طبيعي من عند الله سبحانه وتعالى ولا مصطنع، فكل شيء قضاء وقدر. هذه المساله من غير انها تكون طبيعيه ولا ماشي طبيعيه، دوات عليها هذيك اختنا اللي كتقرا من الورقه. هذيك اللي كيقولوا عليها عرافه، وهي غير كتقرا ما هذيك اللي كتقرا من الورقه. يعني كيفاش